اهلا بيكم ورجعنا مكملين مع بعض سلسله في الرحله. مين كان ماشي معانا؟ رمضان وقفنا سلسله في الرحله وعملنا سلسله جديده في قصصهم عبره، يا رب تكونوا استمتعتم بيها. ورجعنا خلاص اهو لرحلتنا على الارض ومكملين. تعالوا كده سريعا نقول كنا بنعمل ايه للي لسه بيتفرج علينا اول مره، او نراجع كده للي متابعنا. في سلسله في الرحله بنشوف كده واحنا في رحلتنا على الارض، واحنا بنحاول كده نعيش ونحقق أحلامنا ونقرب من ربنا، إيه التحديات وإيه الحاجات اللي بنشوفها، وبنتعلم مع بعض إزاي إن إحنا نتعامل معاها ونواجهها. طيب يا ترى النهاردة موضوعنا هيبقى إيه وإحنا كده راجعين تاني للسلسلة وللرحلة الحلوة بتاعتنا؟ مبدأ مهم جدا جدا جدا، ولكن قبل ما أقول لكم المبدأ تعالوا أديكم مثال هنبني عليه المبدأ بتاعنا. في علاقتنا مع ربنا كلنا بنمر بلحظات أو بفترات من القبض والبسط. يعني إيه؟ في وقت تلاقي نفسك مركز قوي وانت بتصلي في حالة خشوع وقرب من ربنا، ويجي وقت تاني تحس ان انت مفيش، صليت وقمت وايه ما ركزتش اصلا. يجي لك وقت تحس ان ربنا قريب قوي وانك بتدعي ومركز وحاسس قوي بربنا، في وقت يجي لك فتور، تحس كده كأن استغفر الله يا رب، كأنك مفيش اتصال، مفيش إرسال، كأنك فين؟ ليه حاسس في بعد؟ مش حاسس، هو ربنا غضبان عليا؟ طب أنا عملت حاجة غلط؟ طب إيه؟ كلنا بنمر بالقبض والبسط في العلاقة. ليه؟ أو مش بس ليه، كل واحد حسب رد فعله هيروح في العلاقة فين. بمعنى اللي أول ما هيبتدي يحصل له قبض، ربنا بيختبرك، هتفضل بتصلي بتدعي بتعمل الذكر الورد الحاجة اللي انت ايا كان كنت بتعملها، ولا لما لقيت لا خلاص مش مبسوط مش مستمتعة، تقيل عليا الصلاة تقيل عليا الدرس وانا رايح فبوقف؟ اللي بيوقف بتفضل السكينة تسرقه وتسحبه لحد ما بيروح ما بيعرفش يرجع. اللي بيفضل ملتزم وبرغم ان انا مفيش الفتح ده وفي القبض ده ومش شايف البسط والمشاعر الحلوة راحت فين، يا رب ده أنا كنت بحس، بتجيله المكافأة إنه يرجع تاني لحالة البسط. فتلاقي فجأة بدأ يعيط، فجأة بدأ يحس بخشوع، فجأة إيه ده أنا حاسة قريبة من ربنا قوي، ونفضل العلاقة هكذا ما بين قبض وبسط وقبض وبسط. يعني اللي عايزة أقوله، اللي استمر ونجح في اختبار ربنا لما اداله القبض، هو ده اللي استحق ان البسط يرجع تاني. خدوا نفس المبدأ ده اللي احنا عايزين نتعلمه ونطبقه في سلسلتنا وفي طريقنا وفي رحلتنا. بمعنى واحنا ماشيين هنمر بمحطات وفترات في حياتنا عندنا بسط، يا متفائلين، لا اللي جاي احلى يا جماعه، لا انا هكسر الدنيا وهنجح وهعمل، انا متفائله، انا عايشه قصه حب فظيعه، انا حاسس ان انا في جو الهانيمون ودي الانسانه الوحيده. بنمر بلحظات في جوانب مختلفه، بسط في المشاعر، فبتدي احلى ما عندك، احلى شغل تاخديه مني وانا رايقه، احلى ما اعرفش ايه مزاج وقعده حلوه لما اكون راجع. بس لما يجي الاختبار ويجي القبض، ده الفرق بين شخص ناجح وبيوصل وشخص تاني ما بيوصلش وبيعيش حياته كلها بايظه. هو يا ترى لما القبض هيحصل هتفضل ملتزم؟ هتفضل مستمر في اللي انت بتعمله؟ مش هتخلي المشاعر هي اللي تحركك والمزاج يحركك والمود يحرك؟ مش في المود، انا مش في المود يا نرمين، لا انا مزاجي مش عايز خالص اعمل كده ومش هخرج ومش هعمل. هل مشاعرك اللي هتحركك ولا الالتزام اللي هيحركك؟ هو ده المفتاح اللي بيخلي ناس تنجح وناس ما تنجحش. تعالوا ناخد امثله. تلاقي في علاقة الله حابين بعض، هم حبوا بعض، هم حلوين تعمين، الدنيا جميلة، فجأة بدأ يحصل فتور، حالة من الملل، حالة من الركود كده، حالة ان السبارك دي اتطفت. هتوقفوا خروجتكوا وقعدتكوا وكلامكوا مع بعض وخلاص؟ لا انا راح اخرج مع اصحابي، فخلاص بدل ما كنت بكلمها بالليل قبل ما انام مش بكلمها. طب بدل ما كنا بنقعد بالليل قعدة حلوة، لا خلاص ما بقاش في كلام نقعد، اما اقوم انزل بقى واروح اقعد مع مين ومين. للأسف انتوا ما عرفتوش تتعاملوا مع القبض، ما كانش فيه صبر، ما كانش فيه التزام. يبقى هنا الاستحقاق اللي هيجي مش ان الله الحب ده يرجع والمشاعر الحلوة دي ترجع، لا احنا هنفضل زي ما قلنا السكينة تاخدنا وتاخدنا وتاخدنا لحد ما هنتوه ومش هنعرف نرجع.
لكن الناس الشاطرة اللي برغم ان بنمر بفتور، ملل، مش طايق، حاسس اني مخنوق، بس عندي التزام. انا متعود يوم الخميس اخرج مراتي، انا متعوده بالليل لازم اقعد مع جوزي بالليل ساعتين نقعد مع بعض، لا انا متعوده لازم بنعمل المشوار الفلاني مع بعض، متعوده اول ما اصحى لازم اكلمه. ايا كانت العادات، استمرارنا في الواجبات والمسؤوليات ده اللي هيرجع العلاقه بعد فتره. ننام نصحى برافو نجحت في الاختبار، يلا تستحقوا، نرجع تاني بسط ومشاعر حلوه وضحكه حلوه، فترجع تكسر to break the ice كده زي ما بنقوله، ونفضل هكذا. طب في الشغل مفيش حاجه اسمها الناس اللي تقولك انا بصي وانا رايقه تاخدي مني احلى شغل، لو مودي بقى بصي ما بعملش حاجه ينرمين. ما ينفعش، ما ينفعش اللي يحركني مزاجي ومودي. انا النهارده وانا جايه اصور ربنا يعلم انا جايه بزق نفسي، يعني انا بزق نفسي من الصبح، مش وانا جايه، من الصبح وانا بزق نفسي. انا مش قادره فعلا، لا طاقه ولا مزاج ان انا اجي، بس عمال نفسي انت هتلتزمي وهتعملي، واجي اكتب النوتس عشان اعملها واسيب القلم مش قادره، واتنفس واجي وبحضر لبس وانا مش قادره. فضلت اعمل، بمجرد ما جيت ودخلت وصورت فيديو التاني، لا بدأت مش زي ما انا كنت داخله. ليه؟ لاني لما فضلت صبرة على اللي عندي والمشاعر او الحاجه وفضلت ملتزمه، يبتدي يجيلك استحقاق. انت مش صبرت في القبض وفضلت بتعمل اللي عليك، هيجيلك نتيجه حلوه مختلفه. فمهم جدا 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 ندرب نفسنا على ان المشاعر مش هي اللي بتحركني. انا هفضل عندي واجبات، عندي مسؤوليات، عندي التزامات لازم افضل اعملها، وابقى ليا باور على نفسي اني اقول لا لنفسي. احنا دايما بنسمع اتعلم قول للناس لا، تعلمي احمي حدودك، اتعلم احمي حدودك. احنا شاطرين قوي نقول لا للناس، بس احنا مش بنعرف نقول لا لنفسنا. اكتر حد انت محتاج تتعلم تقوله لا هو نفسك، انك تهذبها وانك تربيها وانك تشد عليها عشان بتحبها، ولان انت مش هتاخد اللي انت بتدور عليه الحلو ده غير لما انت هتفضل العجله دايره. عارفين يا جماعه لعبه سابوي؟ كنت لعبه كده زمان مشهوره بيلعبوها، كان ولد كده بيقعد يجري كده في محطه القطر والظابط بيجري وراه، وهو بيجري كان بيحصل ايه؟ ابتدي يطلع كوينز كده، لما هو بياخد الكوينز دي كانت بتجيله سرعه زياده، فيفضل ايوه بعدها مفعول الكوينز بيروح بيرجع لسرعته الرئيسيه. يوم ما بيقف كان ايه اللي بيحصل؟ الظابط بيجيبه من قفاه. صح؟ الحياه بالظبط كده، عايزاك دايما ماشي، وانت ماشي هتقابل الحاجات اللي هتبسطك، هتحمسك، هتديك موتيفيشن، هتديك سرعه زياده. هي دي اللي انا هتمشيني؟ لا، ده دي شويه زقه كده، شويه كده حماسه كده، بس مفعولها هيروح. هرجع اقف واقول لا انا مستني كوينز تاني، مستني حاجه تانية تيجي تديني الحماسه والموتيفيشن؟ لا، انت مش هتقابل ده غير وانت ماشي. بس مفيش حاجه وانت قاعد على الكنبه كده ناك ناك احنا جايين نديك شويه طاقه شويه حماسه، احنا جايين يلا نقول لك يلا برافو جود بوي. محدش يعمل كده. لما الحياه مش هتعمل معاك كده، امشي عشان تقابل الحاجه اللي تديك الطاقه وتديك الحماس. يبقى يوم ما هتقف الحياه هتجيبك من قفاك، زي بالظبط ما الظابط جاب الولد ده من قفاه. هي بالظبط كده. فيبقى الشطاره، انا عايزه ادرب نفسي على الاستمراريه وعلى الالتزام، وافضل دايما في كل مره بفكر نفسي ان دي اختبار ربنا بيدربني عليه حتى في علاقتي معاه، مش بس في الحياه، علشان هو ده اللي هيوصلك للنجاح وللسعاده وانك تحقق اي حاجه انت عايزها. فاوعوا تمشوا ورا مزاجكم وورا كده ايه، الغزاله رايقه فتمام، الغزاله مش رايقه يبقى مش تمام ومش هنعمل حاجه. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. خلصنا كده حلقتنا النهارده ان شاء الله. خليكم متابعينا، رجعنا هنكمل السلسله، خليكم معانا علشان نتعلم يا ترى هل ترى احنا محتاجين ايه في رحلتنا.